يا مساء الخير. بقول لحضراتكم مساء الخير، ولسه الناس هنا بتقول لبعض صباح الخير. بكلم حضراتكم من قلب العاصمة اليابانية طوكيو. لما كان عندنا محمد علي باني نهضة مصر الحديثة، كان في نفس الوقت الامبراطور الميجي يحاول إقامة الدولة الحديثة في اليابان. لما رجع رافع الطهطاوي من بعثته في الخارج في الغرب فرنسا تحديدا إلى مصر، كان في نفس الوقت علماء ومفكرين يابان رجعوا إلى طوكيو والمدن اليابانية الأخرى لإقامة هذه النهضة في التنوير والثقافة بالضبط زي مصر. لكن إيه اللي حصل بقى بعد كده؟ ليه هم تقدموا وإحنا ما تقدمناش؟ بكلم حضراتكم والدنيا بتمطر او يعني وصبح بدري جدا، لكن كل الناس راحت الى اشغالها. احنا لسه في ناس نايمه عشان بتصحى متعوده تصحى متاخر شويه. يعني ايه اللي حصل يعني بعد كده؟ ليه هم تقدموا؟ ليه هم بقوا كده واحنا زي ما انتوا عارفين يعني معايا نقول حروب؟ طب هو جرى لأي شعب في العالم زي اللي جرى في هيروشيما وناجازاكي؟ البلد سحقت، اليابان كلها سحقت في الحرب العالمية الثانية. نقول زيادة النسل يعني اليابان 127 مليون، احنا لسه يا دوبك بنخطي ال 80 مليون. نقول ايه تاني اسباب ممكن نبرر بيها اللي حصل لنا ونشوف بيها ليه هم بقوا فين واحنا بقينا فين؟ المساحة، مساحة اليابان اقل مننا. هل ممكن ما يبقاش المساحة؟ ممكن السهول والانهار. هو في زي نهر النيل؟ ده تلتين اليابان جبال. طب ليه هم بقوا كده واحنا لسه كده؟ من قلب اليابان ومن قلب العاصمة اليابانية طوكيو ومن قلب الشرق هيكون لنا النهاردة كلام مسؤول. جذبتنا اليابان دائما بتقدمها الاقتصادي والصناعي وقدرتها على المنافسة ومزاحمة أوروبا والولايات المتحدة، وشكلت المعجزة اليابانية لغزا حار كثيرون في تفسيره، لأن اليابان وببساطة وإصرار استطاعت اكتساح العالم بتفوق تقني غير مسبوق. حولت اليابان نفسها من دولة دمرتها الحرب إلى دولة حديثة متفوقة. وإذا كانت هي الدولة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تلقت قنابل ذرية في هيروشيما وناغازاكي، فإنها حولت الدمار الشامل إلى مدارس وجامعات ومصانع. الشغف باليابان حول الجميع إلى راغبين في معرفة السر الذي لخصه مفكرون من اليابان نفسها بأنه العمل الجماعي، الاهتمام بالوقت، الجدية في العمل، والتوفير وتقليل الاستهلاك، والتحصيل العلمي والديمقراطية. استحوذت الفنون المصرية الحديثة والقديمة على اهتمامات الشعب الياباني الذي يجد في رحلة إلى مصر هدفا يستحق العيش من أجله. وأيضا عندما تقدم هذه الفنون والحضارات في شكل معارض وعروض فنية، كما تساهم اليابان بما يقرب من نصف تكاليف المتحف المصري الكبير في صورة قرض ميسر، فيما يشاهد الشعب الياباني على فترات متقطعة كنوز الحضارة المصرية في هيئة معارض متتالية. تعود العلاقات المصرية اليابانية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث زارت بعثة الساموراي مصر وهي في طريقها إلى أوروبا في عامي 1862 و 1864، وهي بعد كل هذه السنوات تزداد عمقا وتقديرا. التاريخ بيقول ان احنا ابتدينا مع بعض احنا واليابان، لكن الجغرافيا والمنطق والحقيقة بتقول انه حصل اختلافات بعد كده في المسارات. احنا عارفين احنا بقينا عاملين ازاي، واحنا عارفين هم كمان بقوا عاملين ازاي. طيب نبحث في الحكاية دي واحنا في اليابان واحنا في العاصمة طوكيو مع عدد من الشخصيات اللي هنقدر نتكلم معاهم ونوجه لهم أسئلة يمكن بتدور في أذهان حضراتكم، ويمكن في النهاية نوصل لأفق احنا ممكن نبقى زي الناس دي ولا احنا عجينة تانية. يعني من قلب اليابان شخصيات كتيرة، من بينهم السفير المصري في اليابان الدكتور وليد عبد الناصر هيكون لنا النهاردة كلام مسؤول.
عشان اجاوب على السؤال اللي بيدور في اذهاننا جميعا، ليه احنا ما تقدمناش؟ هم اتقدموا. الاقي الاجابه جايز عند السفير المصري في طوكيو الدكتور وليد عبد الناصر. سعاده سفير، احنا ليه فضلنا زي ما احنا؟ هم اتقدموا بقوا كده يعني. عندك اجابه بقالك كذا سنه هنا يعني، اديني اجابه كده. طبعا هو حضرتك في كذا عنصر ساعد في قيامهم من جديد بعد الحرب العالميه الثانيه. اولا اللي كان فيه البناء اللي حصل بين 1868 ل 1945 ترك اثاره في حاجات مهمه جدا، من اهمها الموارد البشريه. يعني نجحوا في الوصول بمعدلات تعليم مرتفعه جدا، نوعيه تعليم مرتفعه، نوعيه تدريب مرتفعه جدا، وبالتالي القاعده البشريه موجوده، وهي ثروتهم كلها الثروه البشريه. لان حضرتك عارف اليابان بلد فيها زلازل، ما فيهاش ثروات طبيعيه، جزيره، انما العامل البشري كان عامل حاسم في النهضه من جديد. يضاف لكده طبعا عوامل لازم ناخذها في الاعتبار، اللي بعد الحرب العالميه الثانيه الحرب البارده كان اعتماد الولايات المتحده كبير عليهم هنا. النقطه الفارقه في هذا المجال كانت الحرب الكوريه، لان الحرب الكوريه لما قامت كان الولايات المتحده وجدت انها مش هتقدر تبعت امدادات من امريكا لكوريا، للقوات الامريكيه في كوريا، فقرروا بناء مصانع ضخمه جدا وكتيره جدا في اليابان لدعم القوات الامريكيه في كوريا. فده سجل طبعا استثمارات غير مسبوقه للولايات المتحده في اليابان، ساهمت في المرحله الاولى بالذات. يضاف ليها زي ما قلت لحضرتك العامل البشري او الكوادر البشريه المؤهله، يضاف ليها الحقيقه المنظومه قيميه او مجموعه من القيم الموجوده هنا في المجتمع الياباني، اعتقد انها نادره. طبعا بعضها مشترك مع بقيه دول شرق اسيا او شرق وجنوب شرق اسيا، لكن بعضها فريد جدا في الحاله اليابانيه. يعني اتقان العمل، حب العمل، العمل الجاد جدا، احترام تقسيم العمل، الدقه الشديده جدا، النظام الشديد، العمل الجماعي. طب ده يعني اجابه على نص سؤال. ليه هم بقوا كده؟ سؤال محرج لو سالتك ليه احنا فضلنا كده؟ لا، ما انا اقول لحضرتك ان في الفتره اللي هم فيها كانوا مثلا عندهم لاكثر من 75 سنه استقرار وانتصار في حرب مع روسيا، حرب وحيده. احنا كان فتره بالنسبه لنا فتره احتلال اجنبي وكفاح ضد الاحتلال من اجل الاستقلال. الفتره الثانيه بقى لو حضرتك عايز تقارن بعد الحرب العالميه الثانيه، هم قعدوا فتره استقرار تماما. هم من الحرب العالميه الثانيه ما دخلوش اي حرب، ونفاقهم العسكري كان متدني، لانهم طبعا اليابان كانت تحت المظله الامنيه الامريكيه منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه، فكل تركيزهم كان على الانفاق الاقتصادي والاجتماعي. بالمقابل طبعا مصر في هذه الفتره مرت بعدد من الحروب كلفتها تركيز كبير قوي في الانفاق. بعد الحروب دي ما انتهت فضلت عدم استقرار اقليمي في المنطقه حتى بعد السلام بين مصر واسرائيل، فده طبعا كان عامل غير مشجع للاستثمارات مثلا او للسياحه او لعناصر ثانيه لغايه يمكن فتره قريبه ماضيه. هنا بتلاقي حضرتك سواء صغير سنا او كبير سنا، اي شخص سواء في قطاع حكومي قطاع خاص في اي مجال بيشتغل لوحده يعني ملتزم بهذه القيم. فمنظومه القيم دي اعتقد بتاثر ايجابا واثرت ايجابا جدا على المجتمع الياباني، وممكن استلهام الكثير منها لانها اصلا زي ما حضرتك اتفضلت جزء من التراث بتاعنا وجزء من التاريخ بتاعنا. سعاده سفير، احنا واقفين على ارض مصريه في العاصمه طوكيو، طبعا باعتبار ان السفاره المصريه هي ارض مصريه. اسمح لي اقوم بجوله وبعض اللقاءات مع المسؤولين المصريين المقيمين في طوكيو، والمسؤولين عن سواء مجالات مختلفة، يعني الطيران، السياحة، التجارة، الصناعة، الإعلام، ممثلين الوزارات المصرية هنا. عايز اناقشهم كده على ارض محايده، تسمح لي اناقشهم وبعدين ارجع اقابل حضرتك على ارض محايده تاني؟ يا ريت حضرتك، تسمح لي؟ يا ريت. اشوفك بخير بعد شويه ان شاء الله. ان شاء الله. دايما انطباعاتنا لما نتابع اعلام الدول الاجنبيه ان اعلام الدول الاجنبيه بيركز على الامور السلبيه. طب الجماعه اليابانيين الطيبين اللطاف اللزاز دول الهاديين قوي، اعلامهم بيركز لما بيجي يتناول الاحداث في مصر على امور سلبيه ولا على امور ايجابيه؟ طب لو بيركز على امور سلبيه او بعض الامور السلبيه، مصر بتواجه الكلام ده ازاي يعني؟ نشوف بقى مثلا الملحق الاعلامي للسفاره المصريه هنا في طوكيو الاستاذ وليد حجاج، يمكن يكون عنده الاجابه. يا استاذ وليد، استاذ وليد ازيك، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. تمام، اهلا وسهلا. سمعت السؤال ولا اعيده عليك؟ لا سمعته يا فندم طبعا. بتواجهوا بقى اولا الاعلام الياباني بيركز عليه في مصر يعني؟
مبدئيا حضرتك الاعلام الياباني بصفه عامه نظرته لمصر ما زالت ايجابيه في مجملها. الاعلام الياباني يختلف حضرتك عن الاعلام الغربي والاعلام الامريكي تحديدا، ان مفيش صحف او وسائل اعلام يابانيه عندها لو ممكن نقول اجنده سياسيه مضاده، يعني مفيش اجنده سياسيه مضاده لمصر، والتغطيه الاعلاميه اليابانيه لمصر بتظل في مجملها ايجابيه. ده بيعود لكذا سبب، اولها طبعا الاهتمام الياباني التقليدي الطويل المعروف بمصر كدولة تاريخية كبيرة في الشرق الأوسط، عندها حضارة فرعونية معروفة لكل اليابانيين، ودي بتدي القارئ الياباني أو المستعمل الياباني انطباع إيجابي عن مصر. ده لدرجة ساعات بينبهروا، يعني في انبهار طبعا تقليدي بمصر. ده لا يعني ان مفيش تناول غير ايجابي للتطورات. زي ايه بقى التناول غير الايجابي ده؟ في تناول مباشر عن طريق المراسلين اليابانيين المتواجدين في القاهرة، وفي التناول الإعلامي غير المباشر اللي هو بينقل بعض وجهات النظر عن وسائل الإعلام الغربية. بالتأكيد الموضوعات اللي بتتناولها بتتعلق بالأوضاع الداخلية، الوضع السياسي، مستقبل الوضع السياسي في مصر، موضوع الأقباط إلى حد ما، لكن إلى حد قصة كبير الإرهاب والتطرف والكلام ده خلاص خلصت. تعرف هم اليوم طبعا يعني تاريخ مأساوي في حادثة الأقصر، بس الحمد لله تم تجاوزها، وده باين في أرقام يعني عدد ركاب الشركة الوطنية مثلا على الطيران، وكذلك عدد السياح اليابانيين. الجوانب بقى تتعلق بالأقباط، التحرش بقى، يعني الجوانب السلبية اللي احنا عارفينها كويس جدا، يعني بنخفي نفسنا، بنجاوب عليها ازاي بقى؟ لا انا ممكن اقول لحضرتك، هو التناول الياباني للموضوعات دي تناول اعتيادي، زي ما اقول لحضرتك مفيش تعمد في الاساءة الى مصر او انتقاد مصر. هو بيتناول الموضوع بشكل مهني وحرفي بدون اجنده سياسيه، واحنا كمكتب اعلامي دورنا ان احنا نبرز الحقائق كما هي، ونسعى حتى لو سلبيه، حتى لو سلبيه، لكن مفيش موضوع بيبقى سلبي 100%. بالتاكيد في وجهات نظر اخرى، ودي بنحاول نعكسها هنا في وسائل الاعلام اليابانيه بشكل يدي القارئ او المستمع الياباني نظره عادله لما يحدث في مصر في مختلف الموضوعات المعنيه. وخلال عام 2010 العام الحالي اطلقنا ما يعرف بعام الترويج الاعلامي لمصر في اليابان، ودي كانت سلسله من الاحداث والفعاليات والانشطه اللي ساهمت كلها في ابراز صوره مصر في الاعلام الياباني بشكل منهجي. وأقمنا خطة متكاملة تحت رعاية السيد وزير الإعلام وبدعم كامل من الهيئة العامة للاستعلامات، ودي أظهرت مصر بمختلف جوانبها السياسية والحضارية والثقافية والإعلامية والسياحية على الساحة اليابانية بشكل متكامل. فأعتقد أن دي كانت تجربة كويسة جدا، وأبرزت النواحي الإيجابية اللي احنا عاوزين نتواجد بيها على الساحة اليابانية الإعلامية، وأعتقد كان في نجاح جيد لمثل هذا النشاط.